سلام حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، صحه سحوركم. ان شاء الله يكون رمضان هذا جا خفيف عليكم. انا والله راني بديت نوالف وصراحه ما دانيش صعيب بزاف باسكو متعاونين انا ويصا في الكوزينه. ما خوتي هكا قاعدين يعاونونا، كيلقاو الحاله راح علينا يجيو يسربيو معنا الطابله، كي نخلصوا الفطور كل واحد يهز الصحن تاعو. شغل كي تعاوننا عليها، ما نكذبش عليكم جاتني خفيفه بزاف بزاف. دوك تقولي لي علاه راكي تهضري هكا منا كيما على بالكم اي وحده كبيره في الدار بلا مش حتخلي امها تخدم في الكوزينه وهي كاينه، سورتو كي تعودوا في زوج بنات متعاونين. ما بديت لكمش الروتين من السحور كما العاده. اليوم طول دخلنا للكوزينه، الكوزينير هذه ما درناهاش في الليل. هي ماشي ما درناهاش في الليل، درناها كي كملنا الفطور. ومن بعد بصح كي طيبنا القهوه ودرنا التحليه صراحه ما قصتش فيها باسكو كنت عيانه. بديت طول بها لنا مسحتها ونسيت ما درتش في الاخر البرودوي هذاك تاع اميره المرايه. كي ديروه خليوها تجيكم على بالكم تلمع هايله بزاف. من بعد صوتي سطول الخضره تاعي غسلتها وستفتها هكا باه كي نجي نخدم نلقى كلشي قدامي. وما ننسى والو صراحه الفطور تاع اليوم كان خفيف ظريف وليت ما نكسرش راسي طول. ويعني شغل رمضان ماشي تاع الماكله يعني صراحه. احنا يفضلوا لنا بالتقريبا ما نقدروش ناكلوا شويه شوربه شويه من دوزيام بلا شويه بوراك وحنا كملنا. صح في اسمه مور الفطور التحليه هذيك ومنا في السهره باه تفتح لنا لابيتي. انا حبيباتي اليوم راح ندير لكم كبده مشرمله. تاني راح ندير الشوربه والمطلوع. ودرت لكم وصال البيتزا، درت وصفه جديده صراحه. هي جات ديرها ونقولها خلي مكان لها ديريها نورمالمون كاين بزاف. قالت لي خلي نديرها ويتقعد للسحور، حنا ما عندهمش مشكل ياكلوا في السحور عادي. نبداو بالشربه تاعنا تاع نهار اليوم. كما قلت لكم انا نبداها على بكري ونخليها نغسلها ونخليها طيب في عقلها. جاتني البنات واحد الشربه تقولوا تاع العراس. بديت اول حاجه حطيت لهنا اللحم تاعي، درت لها الزيت ودرت تاني السمن يبنن البرمه تاعكم سورتو في الشربه وفي الشخشوخه. عاودت وليت البصله تاعي انا مرة ندير كلشي هكا خشين نقليه في بعضها ومن بعد نرحيه ومن بعد وليت ندير هكا. هاني رحيتها وحدها في الروبو، راح نقليها مليح ومن بعد نولي للطماطم. عاودت وليت رحيتها هي تاني، تقولوا لي ما تحكيهاش ولا. انا ما نشتيش ندير البصله والاخر في السكرفات هذاك ما عرف كيفاه نحس. المهم قلت لكم رحيتها مليح، عاودت حطيتها لهنا بتقله. انا هذه المرحله هي اللي نطول فيها بزاف كي نعود نقلي في البرمه. وباه ما تجيكمش حامضه تاني الطماطم اني قليتها معاهم. دوك تقولي لا كيتنعسينا كيفاش راكي طيبي وشغل حنا ما نعرفوش نديروا الشوربه ولا. قادر بنات هكا صغار يدخلوا يتفرجوا الروتين تاعي كي تعجبهم هكا كيفاه درتو ملي يتشجعوا ينوضوا يطيبوا. وانا صراحه نشجع البنات اللي صغار باه يلوحوا يديهم ويبداو يطيبوا. انا دائما بابا يقول لي تعلمي لهنا في دار باباك خير من تروحي تعلمي في دار الناس. ويعني صح لهنا كتغلطي في الدار ماشي كما كتغلطي في دار الناس. اختار خلا في دار راجلك في دار عجوزتك ما بيش انايا في اي بلاصه كيتلوحي يدك تكوني قادره على شقاك. قليت كلشي هنا مع بعضه مع لي زيبيس والثوم. ما ديروش على التليفون، ساعه تخرج لي واحد الورده في الجنب يولي يصور كي كالكولاتريس عفوا. هنايا وليت المطلع تاعي باه نحطو يطلع لي. ودائما نقولها لويصال كي نديروا المطلع ويطلع لنا الفيديو هيا تشوفوا ديروا لي جيم وكومنتير. وما تنساوش اللي ما راهيش مشتركه معنا في القناه تشترك وتفعل زر الجرس باه يوصلها كل جديد. بسم الله نبداو المطلع تاعنا. انا يلا هنا في المره الاولى درت عندنا فيه 2 كيسان تاع مدافي وكاس تاع الدقيق الرطب هذاك الرقيق خلاص. مغرفه كبيره سكر ومغرفه كبيره خميره تاع الخبز. تحكمي الميكسر لهنا هذه العمليه ضروريه هذه في بلاصه العجين باسكو المطلع تاعنا تاع نهار اليوم مش راح تعجنيه كما على بالنا تاع الفرينه ما يتعجنش وتاع الدقيق هو اللي يتعجن. تحكمي سيدتي سادتي بالميكسر 5 دقائق، لازم 5 دقائق وانتي تديري فيه بالميكسر حتى تكملي. ومن بعد تزيدي مغرفه صغيره تاع الملح وتخليه يخمر. تحطي هكاك واحد 2 دقائق ولا ومن بعد تروحي تزيدي الفرينه حتى تلملك العجينه. وبين المطلوع بلي ما تجيش العجينه تاعو حاكمه روحها. تجي شويه هكا تلصق في اليد. هذا مكان عاودت وليت هنا غسلت الماعن. بعد اللي باه استخدمتهم. قلت انا نخدم ونغسل الماعن في نفس الوقت. من شفتوا حنا الكوزينه تاعنا جايه شويه صغيره وعندنا بوطاجي في الجهه هذه اللي منه وفي الجهه اللي من هيه هكاك والله غير كي تستروى ما نلقاوش روحنا خلاص انا وصال. وهنا حبيباتي جيت نغسل السلطه. المره اللي فاتت قلت لكم معمره بالفخاخش، هذه المره قلت لهم كنت تجيبوها معمره بالفخاخش نتوما اللي تغسلوها. وقد اعذر من انذر.
بالنسبه لي انا نغسل السلطه باش نتاكد منها ما فيها والو ونضافت مليح وتعقمت، نحط فيها شويه خل ونخليها 10 دقائق ولا ربع ساعه. اذا ما عندكش خل تقدري ديري بيكربونات وهي رايحه. هذه الطريقه نديرها مام مع لي فروي خاصه الفراز. انا اليوم كنت مريضه وما كنتش حابه نفوت الكوزينه، مي تفكرت باللي كي ندير الفطور ندي الاجر. ايما لا نعاون مريومه، هي كانت تيجا طلعت دارت المطلوع حنايا طلع لها وبدات تشكل فيه، تقرصهم وتعاود تخليهم يطلعوا. وكما حكيت لكم الفيديو اللي فات بلي تجهيز طاوله الفطور راه هو تاني صدقه. حبيت نقول لكم تاني في عود ما نتوما طيبوا برك هكاك، طيبوا نتوما تستغفروا وتسبحوا وتستغلوا الوقت هذا كامل تاع الطياب، يعني 5 سوايع ولا 3 سوايع تعمروها بذكر الله. هنا سيدتي تشكلي قراصات تاع المطلوع وانتي تشكلي فيهم ومامتو تحطيهم في السميد وتشكلي. كيما على بالنا في المطلوع ما نستخدموش راس القنوط، غير بيديك هكا بالكفه تاع يدك تحليها وخلاص. انا داوني شويه ماهمش مدورين. المهم فوت النهار هذاك برك، وهاد الساعه ما نعتبر مازالني هاد الساعه نتعلم. نخليكم تتفرجوا الفيديو تاع نهار اليوم، وراح ندخلكم في موضوع مهم بزاف. بما انه دائما نحب نمد لكم طاقه ايجابيه في الفيديوهات تاعي ونحمس البنات اللي كاينين معايا، اليوم حبيت نهضر معاكم على موضوع مهم بزاف، واللي هو كيفاه تولي للاهم، ماشي غير في اللبسه والمظهر، بصح في القيمه والحضور تاعك وفي شخصيتك. اول حاجه باه تولي للاهم لازمك تتهلاي في روحك وتركزي عليها. ماشي لازم برك تكوني دايره مكياج وتلبسي مليح، ما هذه خاطيه خلاص. لازمك تكوني تهلاي في الصحه تاعك، نفسيتك واللي هي حاجه تانية، وفي صلاتك وفي اهدافك. كوني دائما مرتاحه مع روحك وتصالحي مع العيوب تاعك. ما كاش وحده فينا ما عندهاش عيوب، يسمى لازمك تتقبليهم وتصالحي معاهم. كاين حوايج تقدري تبدليهم لازم يتبدلوا، وكاين عيوب يسمى الله غالب هكا كاين في الانسان. وحاجه باينه لازمك تطوري من نفسك، تعلمي كاش حاجه، اقراي، اخدمي، ديري حوايج بزاف. ما تقعديش نهار كامل وانت قاعده في بلاصتك وما ديري فيه والو. كيما على بالنا المراه اللي تحب روحها صح الناس كامل يحبوها، والمراه اللي تحقر روحها كامل الناس يحقروها. تاني حاجه واللي راح نركز لكم عليها، تعلمي تقولي لا لا مانيش حابه. لله ما ترضيش الناس على حساب راحتها. ماشي كل عرضه لازم تروحي ليها، وماشي كل كلام لازمك تردي عليه، وماشي كل حاجه تخليها تستهلك الطاقه تاعك. الناس كاين نوعين، كاين اللي يدعمك واللي عندي في حياتي، وكاين الناس اللي يحاولوا يطفيوك واللي طيشتهم من حياتي. انا لهنا صيباني وليت للاهم. انتي دايما دوري مع اللي يطلعوك دايما للفوق، دايما اللي يزيدولك في الطموح تاعك، اللي يقولك روحي لقدام راني موراك. بس هادوك اللي يحبطوك ويديرولك حوايج هكا يخليوك دايما تروحي لتحت، هادوك دايما حيهم من حياتك. وقتكم من الجو هذاك تاع الناس اللي يلعب هذه ما فيكتيم، ما تمديلو الحلو يكون لوجيك بس ما يحبش، يبقى يبكي على روحه ويندب عليك. وحاجه باينه بلي اللهم ما تردش على الاستفزاز وما تدخلش في القيل والقال. انا بوغ موا اي وحده تدخل في القيل والقال ودارت فلانه ودارت فلانه ماهيش للهم، وماهيش مراه هكا اسمها مثقفه واعيه، باينه باسكو لله ما صبتش المستوى ما يشبههاش. السكوت مرات اقوى من 1000 رد. ماشي اي وحده راح تلوح لك كلام لازمك تردي عليها، دائما كوني انتي الفوق، شوفي معها هكاك شوفها هكاك برك وفوتيها، ماشي لازم تردي عليها. ونزيد لكم حاجه مهمه، خلي كرامتك دائما فوق مشاعرك مع اي شخص كان. اي انسان يحسك بلي انت خيار تاني في حياته، ولا يجي ليك غير في وقت الفراغ تاعو ولا يقلل من قيمتك، طيشي عليك، قولي ربي يسهل بلا دراما وبلا والو. طيشي عليك وكملي قدام. اهتمي بروحك، قرايه، تعلمي مهاره، طوري المشاريع تاعك. خلي دايما هذاك الانسان تاني خليه يشوفك امراه عندها اهداف، ماشي غير تستناي الاهتمام ولا تستناي يجيو يهضروا معاك ولا يهتموا بك هما. كوني دايما هادئه او رزينه وواثقه من نفسك. الثقه هذيك اللي ديريها في روحك راح تبين لك حوايج بزاف مع الناس اللي راهم معاك. لهم على بالكم كي تدخل البلاصه الناس بكل تحترمها وتشوفيها شوفه من غير الناس هذوك اللي مازالوا. وما تنسيش تفتخري بالانجازات تاعك مهما كانت صغيره. هي تبالكم حاجه عاديه، مي كي توالفي انت تقولي لروحك بلي هذه الحاجه درتها وراهي زادت فيا، تلقاي روحك وليتي ماده لروحك قيمه وتحقريش روحك بين الناس. هيا درك نتوما قولوا لي اسكو راكي لهم ولا مازال كيف الطريق؟
نعاودو نوليو للروتين تاعنا. درت لهنا كبده مشرمله، كانت الشوربه تاعي سي بون طابت واختارت جات على الكيف، طفيت عليها. ممسي لهنا تاعي المطلوع، شوفوا كيف خرج الله يبارك، جاي يهبل. الكبده مشرمله تاعي ما درتهاش كما قاعدين يديروها هما يديروها برك بالطماطم هكا، يقليوها مع الماء والثوم، هذا ما كان. انايا درت لها طماطم والاخر والفلفل، قليتهم مليح مع بعضهم، زدت لهم ثاني الطماطم ولي زيبيس، مرقتهم غلاو شويه مع بعضهم، ولحت لهم الكبده مقليه. هذوك نتوما عطوني رايكم في المطلوع تاعي كيفاه جاني. قبل ما نوجد هادو كامل راني كنت من قبل رحت وجدت لاطابل تاعي، باسكو دائما كتقعد لي هي الاخرى شغل نبقى نخمم فيها، قلت نحيها ليا ونبقى في الكوزينه طول ضربه واحده. انا كما شفتوا كما غلات لي الوحده تاعي درتهم في الطاجين. كنت قليت ثاني الكبده على جهه، درت معاها ثاني القلب، نسيت ما قلت لكمش، قليتهم بيع وحطيتهم تما. درك نوليو للدواء تاع السلطه ولا لاصوص تاع السلطه ولا كما تسميوها نتوما. ندير فيه انايا الخل، زيت زيتون، الثوم، الملح وشويه تاع فلفل الكحل. يجيني يعني بالنعلامه. راني ما عرفتش بيا اليوم عباكم نهضر كلمه شغل راني ناكل في الحروف. قلت لكم في الاول قبده مشويه، ومن بعد درك ما عرفتش اللي هضرت. المهم حالتي حاله. السلطه تاعي ما نشتيش نديكوري بزاف، نحط هكا الخيار مدور، نزيد نحط من داخل تاني الطماطم. اليوم شتيت ندير معاه البسباس، كان تاني كاين. كي يكون ما كانش ما نديرش، ما نبعثهمش يشيو، بصح كي نلقى نحطو. هذا ما كان تعديك نبقى نزين وحالتي حاله ما نشتيش صراحه. قولوا لي شكون اللي كيما انايا في الليل كي تكون في بلاصتها تبان لها غدوه الصباح راهي قادره تنوض تسيق، تنوض تطبق القش، تفرز خزانتها، دير بزاف حوايج، بصح الصباح كي تنوض تلقى روحها ماهيش قادره. حبيت نقول لك باللي التعب هذا ماهوش تعب جسدي، هذا راهو تعب داخلي وتعب نفسي اللي ما يحس بك حتى واحد. انت برك اللي على بالك بروحك واش راكي تحسي. وانا حبيت نقول لك سيداتي بلي راكي عايشه في ارهاق عاطفي وانت ما بالكش بروحك. والسبب تاع الارهاق هذا انه ما راكيش تبيني صح الاحاسيس تاعك اللي راكي تحسي بهم. انت راكي تعبانه وانت ما راكيش مليحه، بصح تبيني الناس باللي راكي اليز وراكي عايشه حياتك وراكي فرحانه. شغل ما تمديش لروحك الوقت هذاك باه تعيشي الحزن تاعك، تعيشي الاحساس اللي راكي حسيتيه. دائما تبيني العكس تاع الشيء اللي راكي حسيتيه. وتاني قادره تلقاي روحك انت بالذات راكي تهربي من المشاعر تاعك وما تحبيش تخمي فيها نهائيا. وقادر تاني تكوني راكي حابه تكوني الام المثاليه ولا الاخت المثاليه ولا ابنه مثاليه ولا حتى الزوجه المثاليه. تحاولي دائما تكوني انت تفهمي الناس بكل، بصح حتى واحد ما راهو يحاول يفهمك. هذا الشيء كامل اللي راكي ديري فيه راح يولي كونتر عليك نتيا. اسمح حبيت نقول لك لازمك تعيشي الحزن تاعك، لازمك توضحي امور بزاف لروحك هكا باه تنحالك هذا الضغط كامل وتكوني دائما قادره. ودايما حاولي انك ترضي روحك قبل ما ترضي الناس. لهنا كنت وصلت للمسات الاخيره، كنولي نحط في الدبي شعبك من نحس روحي سيبوني طايره. خلصت كل شيء، شوفوا كل شيء كيف هجا، الرنق راهي تهبلتني تشعل وتطفى. كان هذا هو الفطور تاعنا سامبل. انا بالك كاني بديت ندخل في النهائيات سي بون. صراحة ما يش نشكر في روحي ولا، بصح جا كلشي عالمة، كلشي بنا. حاجة ما ولات اللورم، سواء من جهة البنة ولا من الملح ولا أي حاجة. الحمد لله، وربي يدوم علينا النعمة إن شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في هذا الطعام. اللهم أدم علينا نعمتك واحفظها من الزوال. آمين يا رب العالمين. وربي إن شاء الله يرزق كل وحدة محتاجة وكل وحدة محرومة إن شاء الله. لهنا عاودت وليت التحليه. قالوا لك يا سيدي ما تعرفش دير التحليه والرمل والسيمه، ما عرفاش قلت روحي تشوفي تفرجي التحليه تاع الصح تاع اليوم. صراحه نشتو كي نكون انايا مقلقه ولا هكا عيانه نشتي لي كيدي برك مهم حاجه حلوه ياكلوها بصاي. بصح اليوم كنت اختي كما يقولوها راني مروقه. المره هذه خليتها حله فمها بالبنه. لهنا بديت اول حاجه طلعت كريم شانتي، درت لها داك الماسكاربون واش اسمه. المهم قال لك يا سيدي الوصفه الحقيقيه تاع التيراميسو، هذا ماهوش تيراميسو نورمالمون. اني درت واحد الوصفه خلي برك. زدت لها لاغوم تاع الفخاز، ودرت لهنا هكا طبقه تاع الكاطو، من بعد طبقه تاع لا كريم هذه، ومن بعد درت البنان والفراز. البنان والفراز هذو كنت درتهم كما سلطه دو فروي، زدت فيهم السكر وما زهر خليتهم طلقوا الماء تاعهم وحطيتهم هكا في النص، وعاودت كملت طبقه بطبقه حتى خلصت الاخر. خلاص الفراز هنا راني قصيته قد الارض باسكو في الاول ما كنتش راح نحط في النص، كنت راح ندير غير البنان
ومن بعد قلت مادامني درت فيها شغل هكا باه يبان فيها الكو تاع فاز وخلاص. هذا الكاطوني كنت شربته ديجا درت قدامكم، شربته بالحليب. حاولوا تشربوه مليح باه ما يجيكمش هكا شايح في الذوق تاعو. راني نشوف فيهم على بالكم الايامات هادو والفوا التحليات ومنا قلت لهم منا القدام تبان لي حنولي ندير لكم غير الفلون وغير شوفوا كيف توليو نتوما ديروه. هنا كنت وصلت للطبقه الاخرى. صدقوني يا البنات السباتول نهار كامل ويا قدامي كي احتجتها اليوم باه نريقل بيها حوست عليها وما لقيتهاش. ولا هنا للتزيين حطيت من فوق فوغاج تاع التوت ودرت بعد هذوك التوت اللي شيتهم عندك اللي كانوا يتباع بالحبه، شيت هكا بواط صغيره دوك شيتهم في التحضيرات تاع رمضان وزعما باه نشارك معكم المشتريات. صورت بصح ما بيش اسكوت فاصالي ولا ما نعرف كيفاش طلع له الفيديو هذاك راح. المهم اللي هنا راني نتعافر حالتي حاله باه زعما تخرجي شويه متقونه. انا كنت راح ندير في الكيسان هذوك اللي صغار ومن بعد باه نحي ليا قلت ندير ضربه واحده في هذو اللي كبار ودرت زوج صغار هكا للسهره ليا انا وصال باه كنقعدوا ما نبقاوش هكا. المهم نخلطوا ونجلطوا نديروا في الماعن كما تشوفوا كي حطيتهم حبات عشوائيين وخلاص. جربوها وردوا لي بالخبر، ما تجيش حلوه بزاف وما تجيش من نوع هذاك اللي تقهم وثقيله، جايه خفيفه وبنينه ما عندي ما نحكي لكم. شوفوا النتيجه النهائيه يا درا اللي كانوا يتنمروا على التحليه تاعي. جربوا تشوفوا اليوم هضروا. ومن بعد رحت درت قهوه. احنا ما نشربوش القهوه انا وصال، درتها لماما. احنا جبنا قلب اللوز والتحليه اللي درنا انا القزوز ولا الجوم ما يخطينيش وقعدنا نتفرجوا في المسلسل تاعنا. هذا ما كانت هذه السهره تاعنا تاع نهار اليوم. كان هذا هو الفيديو، ان شاء الله كان خفيف عليكم وعجبوكم مواضيع اللي هضرنا فيهم. اذا كان عجبكم مواضيع ولا عندكم كش موضوع باه نحكيو عليه ما تنساوش تخليوا لي في الكومنتار، حنجرب نحكي لكم على موضوع خلاف الفيديو الجاي. وتبقاو على خير وصحه فطوركم.